سماحة الشيخ، طبعا احنا شوي تجاوزنا على الخمس دقائق الأخيرة، بس نمون على السيد المخرج ناخذ من عنده في الدقيقة دقيقتين. نعم. أذهب إلى الخلاصة. نعم. خلاصة بحثنا لهذا اليوم حول التربية العقائدية. ماذا يلخص من سماحة الشيخ مرتضى معاش؟ الاستنتاجات اللي احنا قريناها في بحثنا نعم. العقائدي التربوي، أولا نعم. أن العقائد من الأمور الحساسة جدا، لذلك فإن التربية على العقائد يحتاج إلى الصبر جيد. والمرونة، يعني عدم التصلب والتدرج في إطار المحبة واللين، وعدم الاستعجال في الانفعال اتجاه الأطفال. جيد. شوف هاي خلينا نسميها طبخة كاملة. أكيد حلقة كاملة. طبخة كاملة. أي. كاملة من المركبات اللي هي الصبر، المرونة، التدرج، المحبة، اللين، وعدم الانفعال اتجاه الطفل. جيد. الانفعال جدا خطأ، كما قلنا في مثال السوبر ماركت. نعم. رأسا يأخذ رد فعل اتجاه الطفل فينفعل، هذه قضية خاطئة. هذا معناته أنه أصبح هذا الرجل كالطفل الصغير. أكيد. نعم. هذه النقطة الأولى. مرونة. نعم، مرونة وصبر. جيد. شوي يعني خلي يتنفس نفس عميق 5 ثواني 10 ثواني وينتظر ويفكر ماذا يفعل مع هذا الطفل، لا يستعجل جيد. في الانفعال. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أفضل أساليب التربية وخصوصا التربية العقائدية هو الحوار الهادئ بين الأب والأبناء. جيد. والاستماع الجيد. خلي يستمع أكثر مما يتكلم. صدقني، هذا الإنسان الذي يستمع أكثر مما يتكلم هذا إنسان في قمة الحكمة. جميل. والإنسان الذي يتكلم كثيرا ولا يستمع في قمة الجهل. جميل. هذا خلي معيار لنفسه. الحوار الهادئ والاستماع الجيد والابتعاد عن أسلوب فرض الآراء. يجي يفرض على ابنه رأيه، لازم تسوي هذا الشيء. جيد. بل لابد من أجل أسلوب تربوي ناجح توفير التجارب الجميلة الممتعة، مثل ما قلنا السفر إلى المراقد. نعم. والعمرة. تجربة جميلة فيها يتمحض الجانب الدنيوي والأخروي معا، يعني يجتمعان الجانب الدنيوي والأخروي معا فيخلقان جوا إيجابيا مملوء بالطاقة الإيجابية الإيمانية اللي تأثر على حياة الإنسان. يخزن إلى آخر عمره. هاي الأبعاد بعيدة. يخزن إيمان وطاقة إيجابية إلى آخر عمره. طبعا إلا إذا كان بالطريق مثلا بعدين صار مثلا شيء آخر، مثلا تجارب سيئة. لا. إيه. مع تراكم التجارب يؤدي إلى وجود طاقة إيمانية كبيرة للمستقبل. ثالثا، توفير الأجواء الإيجابية في بناء الثقافة العقائدية، خصوصا الاجتماعات العائلية والمجالس الحسينية والاحتفالات الخاصة بالأطفال بحسب أعمارهم. جميل. الطفل دائما نحتفي فيه بأجواء إيمانية. مثلا إذا حفظ له مثلا سورة قرآنية، ما نعطي مكافأة، نسوي له في احتفال جميل، نجيب كيكة ويحتفل مع أصدقائه بسبب أنه حفظ سورة قرآنية. أكيد. أو مثلا صار عنده بلوغ. نعم. مثلا نسوي له احتفال فيشعر بعظمة هذا الشيء اللي ربحه، مكافأة باطنية عظيمة وليست مكافأة مادية. جميل. النقطة الرابعة، الاهتمام باللعب مع الأطفال واستثماره في التربية العقائدية. اللعب مهم، يعني لازم يخصص وقت للطفل. نعم. التصابي مع الطفل. الإنسان الأب لابد أن يكون طفلا مع طفله، يلعب معه، يركض معه، ومن ذلك يشعر بالتفاعل الوجداني. وتكون هناك عندنا بعض الألعاب الخاصة اللي فيها بعد ثقافي عقائدي، يعني يقدر يخصص مسابقات خاصة فيها أبعاد عقائدية. فعندما يكون هذا البعد العقائدي التربوي ممزوجا باللعب
الطفولي يؤدي إلى ترسيخ المبادئ العقائدية. المبادئ العقائدية عند الطفل. جميل. النقطة الخامسة والأخيرة، نعم. نصيحة هامة جدا. نعم. أهم مفتاح لنجاح التربية والتربية العقائدية هو ثقافة الاعتدال عند الأبوين. جيد. الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، توازن. معتدلا. نعم، معتدلة، يكون حكمة في عملية الأمور، في تحقيق الأمور، وليتفقا على ذلك. جيد. الاتفاق فيما بين الأم والأب على تربية معتدلة، منهاج للتربية المعتدلة، لأنه الطفل يحس بس يصير تطرف أو إفراط أو تفريط، الطفل حساس، يشعر، راسا ينعكس عليه وينقطع عن فطرته. لذلك أنا أقول الكلمة الأخيرة، أقول فلنجعل الطفل منفتحا على فطرته بالتربية الصالحة والسليمة والمعتدلة. جميل. شكرا لك سماحة الشيخ على هذه المعلومات وعلى هذه النصيحة.